السلام عليكم. أنماط التعلق، لسه مكملين معاكم في الحلقات بتاعة العلاقات الصحية. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أو الحلقة اللي فاتت عن يعني إيه علاقة صحية، وإيه المهارات اللي محتاج أكتسبها علشان أدخل علاقة صحية، وأنا داخل علاقة أصلًا بنية إيه، وسألنا شوية أسئلة نشغّل بيهم دماغكم شوية. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا، 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 وهي أكتر حاجة باشوفها من وجهة نظري بتضر أي علاقة، وهي أنماط التعلق. معظم المشاكل اللي بتيجي لنا بين أزواج أو مشاكل بتيجي لنا بعد ما العلاقة بتنتهي هي فكرة نمط التعلق. نمط معناه إيه؟ معناه شيء ثابت ومستمر، حاجة باعملها طول الوقت في العلاقة، رد فعل معين، سلوكيات باعملها بشكل نمطي، بشكل متكرر وثابت عندي، ده بيخلّي الشريك ينفُر منّي. وزي ما قُلنا الحلقة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات، إن واحدة من أهم أساسيات بناء علاقة صحية هي إنّك تبني نَفْسك أنت من جوّه. كل ما هتشتغل على نَفْسك أكتر، كل ما علاقتك بشريكك هتكون أفضل، كل ما هتعرف أصلًا تختار شريك حياة أفضل وأنسب ليك. فواحدة من الحاجات اللي محتاج تسأل نَفْسك عنها، هو أنا نمط تعلُّقي إيه؟ ده يعني سؤال مهم جدًا. هنتكلم النهارده عن أنماط التعلُّق وعلامات أنماط التعلُّق عشان تعرف كل نمط، وهنتكلم إزاي تتحرّك من نمط التعلُّق الغير آمن لو عندك لنمط التعلُّق الآمن. الحلقة دي مهمة جدًا، 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 فاوعى تفوّتها. طيب خلّينا نتكلم عن الموضوع. طب خلّينا نتكلم عن الموضوع بشكل سريع كده. هو نمط التعلُّق ده بيتخلق إزاي جوّه الإنسان؟ نمط التعلُّق بيتخلق جوّه الإنسان من أول يوم بيتولد فيه. أول ما بتتولد بيبقى عندك اتنين اسمهم مقدمي الرعاية، اللي هم أبوك وأمك. أبوك وأمك دول لو بيقدموا لك 3 حاجات بشكل متوازن ومتزن وسَوِي، بيطلع عندك نمط التعلق الآمن، الطبيعي اللي عند أغلب الناس على فكرة، تمام كده؟ إيه هم ال3 حاجات دول؟ اللي هو القُرب والاستجابة والقاعدة الآمنة اللي بالجأ لها لمّا باكون محتاجها. لو ال3 شروط دول متوفرين في علاقتي بمقدمي الرعاية بتوعي اللي هم أبويا وأمي، أنا بيطلع نمط التعلق عندي آمن. طيب لو ال3 شروط دول فيهم مشكلة أو ما اتقدموش بشكل سَوِي أو ما اتقدموش أصلًا أو اتقدموا بشكل over، بيطلع عندي نمطين، يا نمط تعلق قلق، يا نمط تعلق تجنبي. النمطين دول بيأثّروا على العلاقة بشكل كبير جدًا، ويمكن كمان معظم العلاقات اللي بتنتهي بسبب يا إما الشريك زهق من نمط التعلق القلق، يا إما الشريك زهق من البُعد والهجر بتاع نمط التعلق التجنبي. فتعالَ كده نتكلم عن علاماتهم عشان تعرف أنت ممكن يكون عندك أنهو نمط أو بتعمل أنهو سلوك في الأنماط دي. طيب خلّينا نبتدي بنمط التعلق القلق. نمط التعلق القلق هو ليه 5 علامات مهمين جدًا، لو عندك أو عندك 3 منهم على الأقل فأنت في الغالب يعني بتحمل هذا النمط. أول علامة هي الخوف من الهَجْر، إن طول الوقت بتتحرّك في العلاقة من مساحة خوف، خايف الشخص اللي معاك يسيبك ويمشي، خايف شريكك ما يكونش بيحبك، خايف شريكك يكون بيحب حد تاني، خايف لو حد تاني جه ممكن يسيبك ويمشي. خوفك من الهَجْر الغير مبرر طول الوقت بيخلّيك ترمي load على الشخص اللي قدّامك، عايز تكنترول عليه، عايز تفضل شايفه طول الوقت، عايز تفضل متحكم فيه، عايز تفضل بتكلمه 24 ساعة، عايزه يأكد لك طول الوقت إن هو بيحبك وإن هو مش هيسيبك وإن هو هيفضل جنبك. ودي واحدة من أسوأ الحاجات اللي بتحط الشخص أو الشريك بتاعك تحت ضغط، هي فكرة الشك الغير مبرر طول الوقت بسبب خوفك أنت. فمحتاج تسأل نفسك سؤال مهم جدًا، هو اللي باعمله ده ناتج عن خوف عني والّا الشريك هو اللي بيشككني فيه؟ لأن دي واحدة من الحاجات المهمة جدًا. ساعات كتير جدًا ناس بتيجي لنا يقول لي أنا عندي نمط تعلق، طب تعالَ هو شريكك بيعمل إيه؟ فتلاقي شريكه بيعمل حاجات هي أصلًا اللي بتسبب الأفكار والوساوس اللي عند الشخص التاني ده. فدي واحدة من الحاجات اللي بتكون طبعًا مرعبة جدًا. تاني علامة هي حساسية مفرطة لأي تغيير. أي تغيير بيحصل في العلاقة أو في الشريك، لو موده متغير، لو بيمر بضغط شغل، ما بيبقاش عندك القدرة إنك تتفهم ده أو تتكلم معاه أو تشوفه محتاج إيه. دايمًا بتتهم نفسك وبتحمل نفسك مسؤولية التغيير ده، ودايمًا عايز تأكد معتقد الخوف ده، فخلاص هو كده هيسيبني ويمشي، أو هو بيحب حد غيري، أو هو بيعمل إيه، أو هو بيعمل كده ليه، طب أنا زعّلته في إيه، وابتدي أعمل playback لكل الchats اللي كانت ما بيني وما بينه، المكالمات، المقابلات، واشوف أنا عملت إيه
لغاية لمّا ييجي عليك مرّة كده وبتندفع مرّة واحدة على الشريك وتعمل مشكلة كبيرة جدًا وتنفجر فيه. تالت علامة من علامات التعلُّق القلق هي الاحتياج العالي للطمأنينة، طول الوقت عايز تتطمن، طول الوقت عايز الشخص اللي قدّامك يقول لك إنه بيحبك، طول الوقت عايز هدايا، طول الوقت عايز تكلم الشخص طول الوقت، وكل ما تكلمه يرد عليك وما يتأخرش عليك في المسدجات، ودي بتكون علامة خطيرة جدًا لإن ما فيش حد بيعرف يعمل ده طول الوقت، فبالتالي بيحصل عندك مشكلة في المشاعر بتاعتك، المشاعر بتاعتك شوية تبقى متطمن، شوية تبقى مش متطمن وخايف إنه يمشي، بسبب معاملته، ممكن يكون معاملته دي بسبب ضغط شغل والّا بسبب أي حاجة، بس أنت ده بيضرب عندك مُفَك كده في الأمان بتاعك أو إحساسك بالأمان، وبتبتدي تخاف إن الشخص ده يسيبك. رابع علامة هي الاندفاعية واتخاذ القرارات اللي ما لهاش لازمة في وقت مش مناسب. يعني إيه؟ يعني مثلًا حصلت مشكلة بيني وبين شريكي، أندفع وأنفجر فيه وأقول له بُص إحنا مش هينفع نكمّل مع بعض. بعد ساعة أبتدي أندم على القرار ده، وأبتدي أبقى عايز أرجع. العلاقة بتكون فيها on وoff كتير والقرار بيكون منّك في الآخر. أنا عايز أنهي العلاقة دلوقتي بسبب اندفاعية وبسبب خوف جواك غير مبرر، وبسبب شك جواك غير مبرر، لو حتى ممكن لو بطّل يرد عليك لمدة زمنية ولتكن ساعة، ساعتين، بتبتدي أنت تنهار وتثور، وأول ما بيكلمك بتنفجر فيه وتقول له أنا مش عايز أكمّل. آخر علامة وخامس علامة هي ربط قيمتي نفسها بوجود الشريك. لو الشريك ده كويس فأنا كويس وزي الفل، لو الشريك ده مش كويس فأنا شخص ما ليش قيمة، أو شخص مش كفاية، ودي واحدة من الكوارث اللي بتحصل. فدول ال5 علامات المهمين جدًا اللي لو موجودين عندك أو موجود 3 على الأقل، فأنت بنسبة كبيرة ممكن تكون بتحمل نمط التعلق القلقي. محتاج تشتغل على نفسك شوية وهنتكلم في آخر الفيديو إزاي تشتغل على نفسك وتغيّر نمط تعلقك ده. طيب خلّينا ندخل على النمط التاني وهو نمط التعلق التجنبي، وبرضه هاقول لك على 5 علامات مهمين جدًا لو عندك اعرف إن أنت يعني عندك مشكلة كبيرة جدًا في علاقاتك، ومعظم علاقاتك ممكن تكون بتفشل أو فيها مشاكل بسبب نمط تعلقك ده. أول علامة الهروب وقت المشاكل. الشخص التجنبي أو الشخص اللي عنده نمط تعلق تجنبي مش بيحب يدخل في مشاكل ومش بيحب يدخل نفسه في مشاكل ومش بيحب المواجهات ومش بيحب الضغط عامة، فبالتالي يحصل إيه؟ يهرب وقت المشكلة. وقت أي مشكلة مش عايز يعاتب ومش عايز يتكلم، يهرب وشوية ويرجع وعايز يتكلم عادي خالص وكأن مفيش حاجة حصلت. تاني علامة صعوبة التعرف على المشاعر. الشخص التجنبي شخص مش بيحب يعبر عن مشاعره لأنه مش متعرف أصلا على مشاعره. فواحدة من الحاجات اللي بتكون مؤلمة جدًا إن تلاقي في تغيير مرّة واحدة، فتيجي تسأله مالك؟ يقول لك ما فيش. طب أنت متضايق؟ لأ عادي. ما بيعرفش يعبّر، هو غير قادر على التعبير عن مشاعره، ومش بيحب يبيّن ضعفه قدّام الناس اللي حواليه، لإنه بيشوف إن الضعف ده حاجة عيب جدًا، ونوع من أنواع التعرية اللي ما ينفعش أصلًا تحصل. تالت علامة انزعاج من الاحتياج العاطفي المُبالغ فيه أو العالي. يعني الشخص التجنبي مش بيحتاج حد يطالبه بمشاعر، يطالبه أنا عايزك تقول لي باحبِّك مثلًا، أنا عايزك تحضني، أنا عايزك مش عارف إيه. واحدة من مساوئ النمط ده بتاع نمط التعلُّق التجنُّبي هي فكرة عدم القدرة على تلبية الاحتياج العاطفي في الوقت اللي الشريك عايزه فيه. رابع علامة وبرضه من العلامات المهمة جدًا هي التقليل من احتياجات الشريك. هو شخص مش عايز يلبّي احتياجات، وبيشوف إن الاحتياجات دي حاجة ترفيهية، حاجة ما لهاش لازمة في العلاقة، مع إن الاحتياج ده أو الاحتياجات أو تلبية الاحتياجات هي حاجة من أساسيات أي علاقة صحية، وهنتكلم في الفيديو اللي جاي عن إيه هي أصلًا الاحتياجات، وإزاي تعرفها أصلًا، إزاي تعرف احتياجاتك وإزاي تلبيها وإزاي تطلبها. خامس علامة ويمكن واحدة برضه من أهم العلامات اللي عند نمط التعلق القلق هي التقليل من العلاقات ذات نفسها. أنا مش محتاج حد. يعني جملة كده عريضة بتاعة الناس اللي عندهم نمط التعلق التجنبي، أنا ليه أتجوّز واحدة أو ليه أتجوّز واحد يشاركني في السرير بتاعي، ما أنا باخد السرير لوحدي. واحدة من العلامات المهمة جدًا هي التقليل من قيمة العلاقة ذات نفسها. فالعلاقة دي شيء ثانوي، فأنا باعمل كل حاجة في حياتي والعلاقة دي آخر حاجة ممكن أفكّر فيها. دول 5 علامات برضه عند نمط التعلق التجنبي، لو عندك 2 أو 3 أو 4 منهم فاعرف إن أنت بنسبة كبيرة بتحمل هذا النمط.
طيب إحنا كده اتكلمنا عن نمطين التعلُّق اللي ممكن يكونوا بيعملوا مشكلة كبيرة جدًا في أي علاقة وبيخلّوا العلاقة دي toxic أو مسمومة، هو أنماط التعلُّق الغير آمنة اللي إحنا اتكلمنا عليها دي. فعلشان تعرف تبني علاقة صح مع شريكك، محتاج أنت وهو تصارحوا نَفْسكم وتعرفوا أو كل واحد فيكم يعرف نمط تعلُّقه إيه، لإن ممكن يكون الترميمة الصغيرة دي عاملة شرخ كبير جدًا في العلاقة. فإنك تشتغل عليها ممكن تلاقي علاقتك اتحسنت بشكل كبير جدًا، حتى لو أنت لسه ما دخلتش علاقة فمحتاج تعرف نمط تعلقك إيه، وتشتغل على نفسك علشان لمّا تدخل علاقة تدخل بشكل آمن. طيب أنت قُلت لنا بقى نمط التعلق القلق ونمط التعلق التجنبي، وعمّال تقول لنا في علامات وتوّهتنا، طب إيه الحل؟ ده واحد من الأسئلة المهمة جدًا اللي الناس هتسأله في التعليقات، وهيشتموني لو ما نزّلتش الحل في الحلقة دي. فخلّينا نتكلم عن الحلول. الحلول هم 5 حلول كده بُساط جدًا وصُراع جدًا، بس طبعًا بتعملهم على الlong term بتلاقي النتيجة في الآخر. أول خطوة في فكرة إن أنا أتحرّك من نمط التعلُّق القلق لنمط التعلُّق الآمن أو نمط التعلُّق التجنُّبي لنمط التعلُّق الآمن، هي فكرة الوعي بالنمط. إن أنا يكون عندي وعي بنمطي. سلوكياتي، هو أنا إمتى نمط التعلُّق ده بيشتغل، إمتى بيتفعّل، لمّا الشخص اللي قدّامي بيعمل إيه أنا باخاف، وإيه السلوكيات اللي باعملها في الوقت ده، إيه الاستجابة اللي باعملها. فمثلًا الشريك اتأخّر عليّا في الرَّد، نمط التعلُّق القلق هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدًا ويفضل يرن كتير، كتير، كتير. نمط التعلُّق التجنُّبي ممكن يختفي 3، 4 أيام. فإيه السلوك اللي أنا باعمله، نوع الاستجابة اللي باعملها للمواقف اللي زي دي. وفي كده أداة باحب أستخدمها مع الناس اللي عندهم أنماط تعلُّق غير آمنة، هي فكرة بتشكِّل لي الوعي بتاعي عن النمط بتاعي. إن أنا باعمل جدول لمدة أسبوعين. الجدول ده أول خانة فيه باكتب المواقف، الموقف اللي حصل إيه، فمثلًا اتأخّر عليّا في الرَّد. الفكرة اللي ورا الموقف ده إيه، خوف من إنه مثلًا يسيبني ويمشي. الشعور تالت خانة، أنا مشاعري دلوقتي عاملة إزاي، مشاعر خوف. الرابع خانة السلوك اللي باعمله، وبافضل طول الأسبوعين باكتب المواقف بالأفكار، بالمشاعر، بالسلوكيات اللي باعملها دي. بعد كده باجي عند كل سلوك وباكتب طيب أنا لو كنت اتصرفت بالتصرف الفلاني أو إيه السلوك المعين اللي لو كنت عملته كنت هابقى مرضي، كنت هابقى زي الفل. ده بيخلّيني أعمل حاجة اسمها إن أنا بادّي عقلي أوامر إيجابية تلقائية مسبقة، إن المواقف دي حصلت، فلمّا حصلت أنا اتصرّفت بالسلوك ده، بس لو حصلت تاني أنا هاتصرّف بالسلوك ده. دي واحدة من الحاجات المهمة جدًا، جدًا، جدًا. تاني خطوة هي إني أتعلّم أنظّم مشاعري، فبدل ما أدير العلاقة بمشاعري، أدير مشاعري أنا عشان أعرف أتعامل في العلاقة بشكل صحّي. بادير مشاعري إزاي؟ قبل أي سلوك باعمله بابتدي أسأل نفسي هو أنا دلوقتي حاسس بإيه؟ والمشاعر دي بناءً على الموقف ده والّا بناءً على مواقف سابقة حصلت لي في الطفولة والّا بناءً على نمط تعلُّقي؟ الأسئلة دي هتهدّيني. طيب إيه السلوك اللي باعمله كل مرّة ودي الأسئلة دي مهمة جدًا على فكرة، إيه السلوك اللي باعمله كل مرّة لمّا بيحصل الموقف ده؟ طب إيه السلوك اللي لو عملته دلوقتي النتيجة هتكون مختلفة، أو الطريقة هتكون مختلفة، أو السلوك المرضي أو اللي هيخلّيني راضي عن نفسي بعد ما أعمل السلوك ده إيه؟ لإن إحنا كلّنا أو معظم الناس اللي عندها نمط التعلُّق القلق، وأنا كنت واحد عندي نمط تعلُّق قلق، هي فكرة إن أنا باعمل السلوك وبعد كده باندم عليه وباقول أنا كبّرت الموضوع، الموضوع ده ما كانش لازم إنه يكبر كده، أو أنا شُفت الموضوع بشكل أكبر وأعمق. واحدة من الحاجات الخطيرة جدًا اللي بنعملها طبعًا. تالت خطوة هي إن أنا أفصل بين الخوف القديم والشريك الحالي. كتير من مشاكلنا أو كتير من أفعالنا هي مش بسبب الشريك الحالي أو مش بسبب اللي هو عمله، بسبب ندوب عندنا معلّمة فينا من وإحنا صغيرين، فبناخد السلوكيات دي بنطبّعها أو بنطبّقها على الناس الجديدة، ودي واحدة من الحاجات الخطيرة جدًا. فمحتاج أفصل بين الخوف بتاعي والشريك الحالي أو الخوف القديم اللي كان عندي والشريك الحالي. باعمل ده إزاي؟ إن أنا باسأل نفسي سؤالين مهمين جدًا. أول سؤال، هل شريكي ده بيهدد أماني فعلًا؟ هل الشخص ده لو مشي من حياتي أنا حياتي هتتدمر؟ وهل وجود الشخص ده مسبب لي خوف والّا أنا خوفي أصلًا نابع مني؟
يعني الشخص ده بيعمل سلوكيات تخوّفني فعلًا، والّا الخوف ده نابع منّي أنا، من حاجات أنا كنت باعملها في الماضي أو حاجات اتعرّضت ليها في الماضي؟ فدي واحدة من الحاجات اللي بتخلّي العقل يُدرك إن أو يفصل بين الخوف بتاعي القديم وشريكي الحالي. رابع خطوة ومن أهم الخطوات اللي تخلّيك تعرف تتحوّل أو تنتقل من نمط التعلُّق القلق أو التجنُّبي لنمط التعلُّق الآمن، هي مصارحة الشريك بنمط تعلُّقك. وحُط تحت دي كده 30 خط. ناس كتير دلوقتي هتقول أصل ممكن يستغل ده، ممكن يستغل ده ويخلّيني أصلًا أتعلّق أكتر، ده لو عمل كده يبقى هو شخص مش سَوِي نفسيًا، وطبعًا يعني عنده مشكلة كبيرة جدًا. بس دي خطوة بتسهّل عليك لو شريكك سَوِي أصلًا. ليه بتسهّل عليك؟ لإنّك بتقول له خلّي بالك علشان أنا عندي نمط تعلُّق كذا، والسلوكيات اللي باعملها دلوقتي هي ناتجة عن خوف قديم وعن نمط التعلُّق بتاعي، وأنت لمّا بتعمل كذا ده بيحفّز عندي أو بيشغّل عندي نظام التعلُّق، فسلوكياتي بتكون بناءً على النظام ده. فأنا محتاج منّك إنّك تطمّني، محتاج منّك إنّك تهدّيني، محتاج منّك إنّك توعّيني أول ما انفعل، تبتدي تهدّيني وتقول لي أو تسألني كده سؤال مهم جدًا: هو أنت بتعمل ده ليه؟ إيه هي مشاعرك؟ كلّمني عن مشاعري وكلّمني عن أحاسيسي وكلّمني عن الأفكار اللي في دماغي وحاول تطمّني. خامس خطوة وأهم خطوة هي إنّك تطلب احتياجاتك من شريكك بشكل واضح. يعني إيه؟ يعني لمّا تيجي تتكلم مع شريكك بلاش اتهام، اتكلم عن احتياجك ما تتكلمش عن الاتهام، وده هنتكلم عليه في الفيديو الجاي بُص باستفاضة كبيرة جدًا. بس أهم خطوة هي فكرة إن أنا لمّا آجي أطلب احتياجاتي أقول له مثلًا أنا محتاج أتطمن، مش أنت عمرك ما طمنتني، أنت عمرك ما اهتميت بيّا، لأ أنا محتاج أتطمن. أنا نمط تعلُّقي كذا زي ما قُلنا في الخطوة اللي فاتت، ومحتاج إن أنا طول الوقت أحس إن أنت جنبي، أحس إن أنت بتحبني، فأنا محتاجك تبيّن لي ده معظم الوقت على قد ما تقدر، بس ما تحطّش أو من غير ما أحُط عليك load. آخر حاجة ومحتاج يعني آخر خطوة محتاج أقولها لك، ودي يمكن دي خطوة برّه الصندوق شوية بس خطوة مهمة جدًا، هي إنك تشوف مزاياك وتحتفظ بيها. احتفظ بمزايا النمط بتاعك. لو أنت عندك نمط تعلُّق قلق، فنمط التعلُّق القلق ده عنده مزايا عنده مزايا إن هو شخص حنون جدًا، بيعرف يدّي احتياجات، معطاء، بيحس بمشاعر الغير، فدي واحدة من الحاجات أو واحدة من إيجابيات هذا النمط. ولو أنت نمطك تجنُّبي برضه، ليه مزايا كتير جدًا زي إنه بيعرف يعمل حدود كويس، زي إنه بيعرف يستخدم مساحته الشخصية أو بيعرف يحمي مساحته الشخصية وبيحترم مساحة الشخص التاني. دي واحدة من الحاجات المهمة جدًا، جدًا، جدًا اللي بتخلّيك تطلع سلِّمة أو تتحوّل من نمط التعلُّق الغير آمن لنمط التعلُّق الآمن بالإيجابيات بتاعتك، وتسيب السلبيات هناك مش عايزينها. فدي واحدة أو أنماط التعلُّق دي واحدة من أكتر الحاجات اللي بتأثّر على علاقاتنا وبتخلّيها فيها شرخ كبير جدًا. فعشان ترمِّم علاقتك محتاج تعرف أو تتعرّف على نمط تعلُّقك وتشتغل عليه. ال5 خطوات أو ال6 خطوات اللي أنا قُلتهم دول لو اشتغلت عليهم لمدة 3 شهور هتلاقي نفسك بتتحول من نمط التعلق بتاعك اللي هو الغير آمن أيًا كان، لنمط التعلق الآمن بكل سلاسة وبكل هدوء. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن الاحتياجات، إزاي تعرف احتياجاتك وإزاي تطلبها من شريك حياتك، ويعني إيه أصلًا احتياجات، وإزاي نحترم حدود بعض ونحترم احتياجات بعض، لأن دي واحدة من عواميد أي علاقة صحية. سلام.